يواصل تخييب امال جماهيره. الهلال اللي معاه نجوم وكتيبه كبيره من اللاعبين، كوليبالي، سافيتش، نيمار، ميتروفيتش، اسامي كبيره، مالكوم. الهلال يفشل في الفوز على صاحب المركز قبل الاخير في الدوري ضمك، بل بالعكس ضمك كان قريبا جدا من الفوز بالمباراه، او كان ممكن يخطف الثلاثه بونت النهارده من نادي الهلال. الهلال بيتقدم عن طريق مالكوم من اسيست سالم الدوسري في اول لحظات اللقاء 9-0 سوري في الدقيقه 9 سوري، والجميع تنبأ بمباراه ومهرجان اهداف كبير جدا للهلال. نيمار في الملعب، سالم الدوسري في الملعب، اسامي كبيره موجوده في الملعب تقدر تصنع الفارق في اي لحظات المباراه. ولكن اكتشفنا ان الهلال مفكك، الهلال غير منظم، الهلال غير مرتب في الملعب، الهلال ما كانش بيلعب كوره واضحه، ما كانش فيه اسلوب، ما كانش فيه تاكتكس، ما كانش فيه اداء. وبنتفاجئ كمان مع بدايه الشوط الثاني بنادي ضمك بيحرز هدف التعادل بطريقه رائعه جدا جدا جدا. بيتعادل ضمك وبيبقى ليه اسبقيه كبيره جدا في المباراه، ومفيش اي رده فعل للهلال. ولو كنا قعدنا لحد من شويه كان الهلال معرفش يجيب اهداف، لان الهلال طريقه لعب غريبه، اسلوب لعب غريب، مفيش نظام. جماهير الهلال تصب كامل غضبها على المدير الفني وعلى نيمار، وحرب كلاميه كبيره جدا على تويتر من جمهور الهلال. الهلال يستحق الكثير، الهلال كان متصدر دوري، النهارده الهلال بيخسر الصداره. زي ما بقول لكم الهلال ما كانش بيلاعب فريق كبير، لكن الهلال كان بيلاعب ضمك، كامل الاحترام طبعا لضمك، احد الفرق الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، ولكن مش فريق القوي. زي ما بقول لكم صاحب المركز قبل الاخير في الدوري السعودي. فكون الهلال يخسر الصداره بالتعادل، والمباراه الماضيه ايضا بيتعادل في دوري ابطال اسيا، الامور صعبه. الهلال السنه دي ما لعبش مباراه جيده الا مباراه الكلاسيكو امام الاتحاد، وكان متاخر في النتيجه وعمل ريمونتادا ورجع. غير كده الهلال غير مقنع حتى الان. هل الهلال ناقص لعيبه؟ لا بالعكس، اسامي كبيره موجوده. الموضوع اعتقد ليه علاقه بقى بالاداره الفنيه للفريق، خيسوس مش ماشي معاهم احسن حاجه، الامور صعبه جدا في نادي الهلال، النتائج مش مساعده رغم تواجد كتيبه جدا من النجوم. مفيش حاجه، مش شايف ان في حجه تخلي نتائج الهلال مش افضل حاجه، خصوصا مؤخرا تعادل دوري ابطال اسيا غير مبرر، وتعادل النهارده امام ضمك ايضا غير مبرر بالمره. جمهور الهلال متضايق جدا، في حاله من عدم الرضا عن المباراه. هنشوف الامور هتمشي ازاي الفتره الجايه في نادي الهلال، لان الامور صعبه جدا وطموحات الجماهير عاليه. انت خسران دوري السنه اللي فاتت، المفروض يبقى عندك طموح العوده هذا الموسم وتبقى شرس وتنزل تاكل الاخضر واليابس زي على الاقل اللي عملته في مباراه الاتحاد. لكن اللي باين حتى الان الامور مش احسن حاجه في قلعه الاتحاد، في قلعه الهلال، القلعه السعوديه الكبيره. الهلال بيتعادل مع ضمك، الهلال يصبح في المركز الثاني حتى الان برصيد 17 نقطه، وضمك في المركز ال 15 باربع نقاط. ضمك واخد من الاربع نقاط واخد نقطه من نادي الهلال.